الله يرحم جواس، أسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته ويتجاوز عن سيئته وزلته. لابد أن يكون عند القادة نباهة لهذا، لأنهم إذا سلموهم سيأتي من يعفو عنهم. لا، مسدس جواس لا يفوتكم. أي قائد من قاداتهم الذين قد فعلوا الأفاعيل مباشرة في الميدان بدون يعني تأمين. قال الجواس وصلني عند علي عبد الله صالح، قال له أنا فعلت بعلي عبد الله صالح ما لم يفعل، ووصلت عنده رقاني وأعطاني قائد لواء، تشتيني قال أوصلك لا عنده يعفو عنك. وفعلا والله لو كان وصلوا عند علي عبد الله صالح ما يروح إلا بسيارات وفلل وأمور طيبة، لكن ناولوا بالمسدس حقه. الله يرحمك يا جواس. شوف كيف أهل الاستقامة يحبون من أزال دجالا من الدجاجلة ولو كان مقصرا في نفسه، لعل الله يرحمه بهذه الفعلة طيبة. وفعلا والله يا أخوة لو بقي حسين بدر الدين الحوثي كيف سيكون الناس الآن إذا كان هذا الدجال يعني عبد الملك الحوثي قد فتن الناس هذه الفتنة؟ كيف لو بقي حسين بدر الدين؟